السلام عليكم. الفيديو ده هيكون لطلبة تالتة ثانوي دفعة 2024 اللي هم داخلين تالتة ثانوي بإذن الله السنة الجاية. أنا كنت نزلت أسك على أكونت الانستجرام بتاعي من كام يوم، وكان لتانية ثانوي قلت لهم فيه يسألوا فيه كل الأسئلة اللي هم عايزين يسألوها، وهحاول بإذن الله أجاوب على كل الأسئلة في الفيديو ده. مبدئيا أول سؤال كان بيتكرر كتير جدا، وهو هل لو أنا ضعيف في مادة معينة سواء إنجليزي سواء عربي سواء فرنساوي، ما كنتش بذاكرها بقى في أولى وتانية ثانوي، كنت مهمل فيها أيا كان السبب، أو أنا عايزة أزود حصيلة كلماتي في الإنجليش مثلا، أو عايزة أزود مستوايا في الفرنساوي أيا كان، هل أذاكر في الأجازة وأحسن مستوايا مثلا في الإنجليزي أو أيا كانت المادة دي، أقعد أذاكرها أو آخد كورس في الإنجليش أو أذاكر منهج أولى وتانية ثانوي في الفرنساوي ايا كان؟ اجابتي هتكون قطعا لا. ما تعملش كده خالص. الاجازه ترتاح فيها، تروح فيها المصيف، تحضر فيها افراح، تعمل فيها كل اللي انت عايزه، ترتاح فيها تماما وتنام كويس جدا وترتاح ذهنيا قبل ما ترتاح بدنيا، وتعمل كل اللي انت عاوزه فيها وما تفتحش ولا كتاب. لان بجد بجد انت لو ذاكرت اي حاجه اولا هتنساها، ثانيا مش هتكون، مثلا لو خدت كورس انجليش مش هيكون في التوبيك بتاع ثانويه عامه، يعني ثانويه عامه هتكون في مكان وهو في مكان، والكورس بيدي محتوى مختلف عن ثانويه عامه، فمش هيفيدك في اي حاجه خالص. وان انت تذاكر منهج اولى وثانيه ثانوي ده برده مش هيفيدك في اي حاجه خالص في اي ماده. فكلامي ما تذاكرش اي حاجه مهما كان مستواك. يعني انت كنت ضعيف مثلا في الاحياء في اولى وثانيه ثانوي، او ضعيف في النحو او ضعيف في العربي او ضعيف في البلاغه، ما تذاكرش اي حاجه مهما كان مستواك. مش مطلوب منك في ثالثه ثانوي غير ان انت تبتدي مذاكره من نص شهر 8 او من 9 ايا كان دروسك هتبتدي امتى، تبتدي مذاكره، ووقت ما تخلص السنه تنتهي من المذاكره. لو عملت كده وبدات من داي 1 تذاكر لاخر يوم، انت هتجيب فوق ال 90 من بدري، مش محتاج ان انت تقعد تذاكر في الاجازه خالص. فاجابه لاسئلتكم كلكم، محدش يذاكر اي حاجه في الاجازه، وان شاء الله اول ما الدراسه تبدا ابتدوا ذاكروا كويس، بس انت مش عليك اكتر من كده، وذاكر منهجك كويس سواء كان انجليزي او فرنساوي او عربي او ايا كان. طب بالنسبه لو انا عاوز ازود حصيله كلمات الانجليش بتاعتي، اعمل ايه؟ مطلوب منك برضو هو ان انت تذاكر منهجك كويس جدا، كلمات منهجك دي رقم واحد. المطلوب منك بقى هو ان انت لو قابلت مثلا كلمه جديده في التشوز او في قطعه او في اي حاجه وانت بتحل، مطلوب منك انك تكتبها في كراسه كده وتبقى تحفظها، او لو قدرت يعني، او تحاول تكررها على مدار السنه كده عشان تحفظها بس. لكن مش مطلوب منك ان انت تقعد تجيب كلمات خارجيه تحفظها، ما هي الكلمه دي ممكن ما تقابلكش اصلا. فهو انت مش محتاج تبذل اي مجهود خالص خالص في الاجازه، كل مطلوب منك تذاكر منهجك كويس بس. تاني سؤال كان حد بيسال هل ينفع اخد الدروس كلها اونلاين؟ انا بصراحه مش برجح ان انت تاخد دروس اونلاين من اول السنه. في ناس خدت دروس اونلاين من اول السنه وفي مواد وجابت فيها كويس جدا، في ناس خدت اونلاين كل الدروس وجابت فيها كويس جدا. ما عنديش اعتراض. انا رايي ان من اول السنه في الاونلاين شويه بيخليك تزهق من الماده وتراكمها وكده، ولكن لو كان الدرس مثلا السنتر بعيد عن البيت مثلا ساعه ونص او ساعه، والحل الاونلاين افضل، خلاص خد اونلاين وابقى التزم. لكن بشرط الالتزام، يعني انت طالما هتاخد اونلاين التزم كويس جدا، ما تراكمش الماده، ما تهملهاش، ما تجيش عليها باي شكل من الاشكال. ده هيحط لود عليك اصلا او حمل عليك زياده ان انت تبقى مهتم بالماده دي عشان انت بتاخدها اونلاين. لكن ما تخليش ده حاجز ان انت مثلا تاهمل فيها او كده. لو كده انزل سنتر. لكن ساعات في كان حد باعت لي بيقول لي مثلا المشوار بعيد عن البيت ساعه ونص او ساعه، او انا بضيع وقت فيه كبير، لا خلاص الحل الاونلاين احسن، وخصوصا ان في مدرسين كويسين جدا 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 في الاونلاين، ممتازين بجد. وانا كنت عامله فيديو للمدرسين الاونلاين، فهسيب لكم اللينك باذن الله في البايو، فابقوا شوفوهم يعني عشان الفيديو ما يطولش في الفاضي. فانا هبقى اسيب لكم الفيديو. وبصراحه لو انت بعيد عن البيت وهتوفر وقت وهتلتزم، خلاص خد اونلاين. كان في سؤال جاي لي، هل نشد من الاول ولا ابدا متوسط ولا ابدا عادي، يعني ما ذاكرش وما اهتمش؟ ابدا عادي، ابدا كانها سنه عاديه، اللي هو تروح الدرس، تعالى من الدرس ذاكر اللي خدته. اهم حاجه واهم نصيحه كان حد قالها لي، واهم نصيحه اتقالت لي، وهفضل دايما دايما بشكر نفسي عليها ان انا عملتها والتزمت بيها طول السنه، وبجد بجد دي الحاجه اللي فرقت معايا بشكل جذري، هي ان انت تذاكر الدرس في نفس اليوم. عشان خاطري انتوا لو عملتوا كده بجد هيفرق معاكم جامد. وتذاكر، تيجي من الدرس تذاكر وتحل الواجب بس وقوم. يعني انت لو من شهر 7 ولا من شهر 8 لغاية شهر مثلا 1 أو 12، لو فضلت تعمل كده الموضوع ده هيفرق معاك أكتر مما أنت متخيل. تعالى من الدرس، ذاكر الدرس وحل الواجب بتاعه وقوم. قوم بقى العب، قوم نام، قوم اعمل اللي انت عايزه، تمام؟ بس مش مطلوب منك أكتر من كده. طول ما انت ماشي في امتحان تقعد تذاكر بقى للامتحان، وتقعد تحل زياده. يعني مثلا انا حليت الواجبات، حل بقى من كتاب تاني او من مصدر تاني، او حل من مراجعات او من اسئله المستر او ايا كان. ده بس يكون مطلوب منك.
لكن حاول على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تذاكر درس في نفس اليوم. حتى مثلا لو انت هترجع البيت متاخر، معلش اقعد ساعه او ساعتين زياده ذاكر فيهم الدرس وبعد كده نام. هيفرق معاك بجد بجد، هتشكرني على النصيحه دي لو نفذتها. طيب تبتدي تشد امتى؟ تشد لما الدروس تبتدي تشد. يعني لما تبتدي مثلا تحس ان هو بدأنا مراجعات مثلا، او الامتحانات زادت. يعني مثلا عندي الاسبوع ده امتحانين، فانا محتاجه ازود مذاكرتي شويه. لو انا مثلا بذاكر ساعتين في اليوم اذاكر 4، لو بذاكر 4 اذاكر 6 كده. يعني انت تشد لما تلاقي الدروس بتشد او الناس بتشد عليك. هما لوحدك اصلا يعني هيبقى في فتره كده بتبقى الدروس مضغوطه، اللي بتبقى فتره المراجعات، وبيبقى في فتره هاديه اللي هي في الاول. خلاص انت مش مطلوب منك تقعد تذاكر 10 ساعات اصلا في فتره، يعني محدش بيذاكر 10 ساعات في شهر 7 ولا في شهر 8. بس ممكن توصل للرقم ده في اخر السنه مثلا، او في المراجعات. لكن مش يعني ايا كان الرقم اللي هتذاكره، احنا مش بنختلف على الرقم، ذاكر زي ما تذاكر. ولكن انا بتكلم في حته ان انت لما تلاقي الدنيا مضغوطه اضغط معاها، لكن لما تلاقي الدنيا هاديه اهدى معاها عادي. انا مطلوب مني الاسبوع ده مثلا امتحانين، هذاكر الامتحانين كويس جدا، فعلى حسب ما انا هخلص، يعني حسب المذاكره هخلص المذاكره كويس جدا هقعد اذاكر. ما تربطش نفسك بعدد ساعات معين، او انا لا انا المفروض الفتره دي اكون شادد فيها، او الفتره دي المفروض ما افرض الفتره دي انت ما عندكش امتحانات كتير فخلاص مش لازم. كان في سؤال برضو على موضوع الدروس، اخد كام درس في اليوم، انظم دروسي ازاي، الحاجات دي كلها. كان في مدرس نصحنا في اول السنه قال لنا ما تحطوش الدروس كلها في يوم او يومين وتقعدوا بقيه الاسبوع. النصيحه دي بصراحه كانت مفيده جدا. ليه؟ لان انت في اول السنه انت ما انتش عايز يوم ويومين تقعدهم في البيت اصلا. يعني ماشي في اخر السنه اليوم واليومين لما تقعدهم في البيت بيفرقوا معاك جدا، لانك بتقعد تلم فيهم ماده كامله. لكن انت في اول السنه هتقعد اليوم واليومين تعمل ايه؟ انت ما قدامكش حاجه اصلا. انا بقول لكم ارجع من الدرس ذاكر وحل الواجب اللي هو اصلا بيبقى نص صفحه او صفحه او صفحتين. فانت هتقعد في اليومين تعمل ايه؟ هتقعد تعيد على المتعاد؟ مش محتاج. انت بكل مطلوب منك تذاكر انت خدته وتحل الواجب بس. فانت مش محتاج ان انت تقعد يومين تاخد فيهم الدروس كلها، واصلا هتبقى مهنك في الدرسين الاخرى وتقعد بقيه الاسبوع. انت مش مطلوب منك كده. انت مطلوب منك توزع الدروس على الايام. انا كنت باخد مثلا درسين درسين درس، كان تقريبا 5 او كده مش فاكره قوي بالظبط، وتوزعهم على الايام وترجع من الدروس تذاكر وتحل الواجب وبس. ده كل المطلوب منك في اول السنه. في اخر السنه بقى ممكن يبقى في تغيير في المواعيد وكده تمام، لكن في اول السنه ما تحطش الدروس كلها في يومين وتقعد بقيه الاسبوع. بالنسبه لموضوع مدرس بيشرح كويس ومدرس بيحل كويس، او مدرس بيشرح ومدرس بيحل، اروح لمين؟ في اول السنه انت بتبقى محتاج اللي بيشرح كويس، لان انت اصلا ما انتش فاهم المنهج، فانت هتحل ايه وانت ما انتش فاهم المنهج؟ انت محتاج تروح للي فاهم كويس. وبعد كده باذن الله في المراجعات ممكن تبقى تغير وتروح اللي بيحل اكتر. طيب انا افرض انا مثلا المدرس ده ما بيحلش خالص بس شرحه كويس، ممكن تعوض الحل اونلاين. بس ممكن في حل تاني، لو انت المدرس ده ما بيحلش خالص ممكن تشوف الشرح اونلاين من حد بتكون بتفهم منه. لو مثلا حد بيشرح كويس اونلاين وانت عندك امكانيه ان انت تشترك سنتر واونلاين، تاخد مع حد كويس بيشرح اونلاين وتاخد مع المدرس اللي بيحل. طيب لو انت ما عندكش الامكانيه دي، او انت حاسس ان انت مش هتقدر او هتبقى مشغول او ماديا ما يسمحش ان انت تاخد درسين في اول السنه او ايا كان، هو ان انت تاخد عند المدرس اللي بيشرح كويس. ممكن تعوض الحل اونلاين، بيبقى في فيديوهات حل كتير، او ممكن انت تحل مع نفسك مثلا، تخلي حد من صحابك صح المدرس بتاعه. احنا كنا واحده صاحبتنا بتاخد عند مدرس بيحل معاها بايديه يعني، فاحنا كنا بنبعت لها الاسئله تجاوب لنا عليها. فعادي ده حل برضه، او تخلي تقعد مع حد من صحابك يحل معاك وكده. بس في اول السنه انت بتبقى محتاج الشرح اهم من الحل. بالنسبه للموبايل، عشان السؤال ده اتسال كتير جدا، انا هقول لكم على اللي انا عملته. انا من شهر 9 بدات امسح الفيس، بعد كده بعدها بنص شهر تقريبا مسحت الانستجرام، بعدها بنص شهر مسحت تويتر، بعدها يعني كنت بدرج، يعني كل اسبوعين كنت بمسح حاجه، عشان انا يعني كنت برضو بقعد يعني مسحت حاجه اقعد على الثانيه نفس عدد الساعات، فانا كنت بقعد في الاخر نفس عدد الساعات. فايا كان انا عن نفسي ده اللي انا عملته، يعني كنت على شهر 10 تقريبا مسحهم كله. كان بيبقى عندي وقت زياده، يعني انا كنت ساعات بقعد اتفرج على التلفزيون عادي، مع يعني لان انا ما عنديش حاجه اعملها، ما عنديش مذاكره اذاكرها، وفي نفس الوقت انا مسحه الحاجات اللي عندي، فانا مش عارفه اعمل ايه، فكنت بقعد اتفرج على التلفزيون عادي. ايا كان يعني عادي، مش شرط تعمل زي، يعني مش شرط تمسحهم كلهم من شهر 10، انا ما قلتش كده. ولكن هما بياخدوا وقت، بياخدوا وقت، بيضيعوا وقت، بيضيعوا وقت. هيخلوني مثلا اسيب المذاكره اللي عندي واقعد عليهم، هيخلوني اسيب المذاكره. انا بقول لكم احنا في الجامعه اهو لسه مخلصه امتحانات اول امبارح. كنت ببقى عندي امتحان بكره الصبح وقاعده على الموبايل، فهو الموبايل بيضيع وقت وبيخليك تسيب الحاجات المهمه اللي عندك وتقعد تعمل حاجات ملهاش اي لازمه، تتفرج على ريلز مثلا. فهو بيضيع وقت، وممكن مثلا لو مسحتهم تعمل حاجات تانية، تتفرج على التلفزيون، تخرج، تعمل اي حاجه تانية. فهو حياتك مش هتقف ولا حاجه، انت بس هتمسحهم سنه. وعلى فكره تجربه حلوه جدا وممتعه جدا، واللي بيحكمها في الاول وفي الاخر هي رغبتك. عشان في ناس كانت بتقعد تبعت لي وهم في ثالثه ثانوي 23 كانوا بيقعدوا يقولوا لي انا مسحتهم بس بفتحهم من على جوجل. في الاول وفي الاخر انت اللي بتتحكم في الحاجه، يعني انت اللي بتبقى مسيطر، هل انا هقدر امنع الحاجه دي ولا مش همنعها. انت نفسك لو ما عندكش اراده من جوه ان انت عايز تمنع الحاجه دي انت مش هتعرف تمنعها.
يعني انا لو قلت لك هنمسح الموبايل كله، برضه انت لو عايز تجيبهم هتجيبهم. فانت في الاخر لازم يكون عندك الاراده اللي انا لا، انا مش هفتح الحاجات دي طول الثانويه عامه، باذن الله هفتحهم لما اخلص. ما تخافش، هترجع تلاقي الحياه زي ما هي، ما فيش حاجه هتتغير. طيب بالنسبه لي انا لو عايزه اشيل الموبايل وانا هقدر عايزه اشوف من عليه الجروبات مثلا تليجرام او جروبات واتساب او يوتيوب مثلا، عايزه اشوف شرح مدرسين، انا ما قلتش لا تسحب الموبايل ولا تقفل الموبايل ولا قلت اي حاجه. انا قلت انا مسحت الفيسبوك والانستجرام وتويتر، ودول الثلاثه اللي مسحتهم عشان دول كانوا مواقع التواصل الاجتماعي. سبت بقى الواتس والتليجرام واليوتيوب. كنت بدخل عادي على اليوتيوب اشوف حصص، وكنت بدخل عادي على تليجرام اشوف مدرسين، وكنت بدخل عادي على الواتساب. لكن حوار ان انت تمسح الموبايل او مثلا تجيب موبايل نوكيا كده صغير مش هينفع، عشان احنا بنبقى محتاجين نشوف من عليه حصص، فانت بتبقى محتاج تشوف حصص من على اليوتيوب، فمش هينفع الحل ده. فالحل ان انت تمسحهم او تقفل الاكونتات دي او تمسح الاكونتات دي وما تفتحهمش من على جوجل، وحاول انت بقى تسيطر على نفسك في الحته دي. بالنسبه للمدرسين اللي انا كنت باخد عندهم، وبالنسبه للمدرسين الاونلاين، وبالنسبه للكتب، دول انا كنت عامله لهم فيديوهات لوحدها، هبقى اسيب لكم الفيديوهات او اللينكات بتاعتها في البايو باذن الله تشوفوه. بالنسبه لموضوع انا لو عايزه اخد درسين في ماده، بصوا يا جماعه، انا موضوع ان انت تاخد درسين سنتر في ماده ده موضوع يعني سيء جدا 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 جدا، واقتراح وحش جدا، ما تعملوش كده. الحل ان انت مثلا لو مدرس مش شاطر قوي او انت حاسس ان انت ما انتش فاهم منه قوي او كده، الحل ان انت تشوف له درس اونلاين. يعني مثلا اخد سنتر واخد اونلاين، طبعا لو الحاله الماديه تسمع وانت بتعرف تنظم وقتك كويس، وخصوصا ان انت في اول السنه بيبقى عندك وقت يعني، فما فيش مشكله ان انت تاخد درسين، بس يكون واحد سنتر واحد اونلاين، لكن ما تاخدليش 2 سنتر خالص. فليه سؤال هل مجموع اولى وثانيه ثانوي بيأثر او ليه علاقه بثالثه ثانوي؟ الاجابه هي لا خالص، ملهاش اي علاقه خالص نهائي، يعني ولا 1% حتى. الفرق في ايه؟ ان انت لو متعود على قعده الكتاب ده هيسهل عليك الموضوع شويه. يعني انا مثلا لو متعوده اقعد على الكتاب 3 4 ساعات عادي، فخلاص الموضوع بالنسبه لي مش هيبقى معاناه قوي ان انا اتعود اقعد على الكتاب. لكن الصعوبه بس ان انت لو مش متعود على قعده الكتاب هتعاني شويه في الاول ان انت تعود نفسك على قعده الكتاب، لكن هتقعد وعادي وهتذاكر وهتجيب نتيجه، ما فيش اي مشكله. بس انت هتبقى محتاج تبذل مجهود اكبر عشان تعود نفسك على قعده الكتاب. انا هبذل مجهود اقل عشان انا متعوده مثلا على قعده الكتاب بس. لكن هل انا مثلا مذاكرتي او مستواي في اولى وثانيه ثانوي هيسهل لي حاجه في ثالثه ثانوي؟ لا خالص، ملهاش علاقه صدقوني. طيب بالنسبه للبرايفت، هل البرايفت احسن ولا السنتر احسن ولا الاونلاين احسن؟ على حسب انت بتفهم من مين. يعني انا شخصيا ما بفهمش حاجه من البرايفت خالص، يعني بحس ان انا قاعده في عالم ومستر في عالم تاني. فانا كان بالنسبه لي السنتر حل كويس، والاونلاين حل تحفه تحفه، بس مشكلته ان هو الالتزام، ان انت اما بتضغط شويه وما بيجي عليك الوقت، وان انت فكره ان انت متساب لنفسك كده ده بيخليك شويه مهمل. لكن في الاخر، في الاول في الاخر، على حسب انت بتفهم من مين. لو انت قاعد في الحصه البرايفت فاهم اكتر ومستوعب اكتر، خلاص خد برايفت. فاهم في السنتر اكتر ومستوعب اكتر، خد سنتر. السنتر بعيد وهيأثر على وقتك، خد برايفت، خد اونلاين، مفيش اي مشكله. اهم حاجه انت توصل لافضل نتيجه، صدقوني مفيش حاجه معينه اقدر اقولها لك بص خد دي هتوصل، او انا عملت كده انت لو عملت كده هتوصل. هو الفكره ان احنا بنوصل مع بعض لاحسن نتيجه. وكان حد باعت لي في الاسك بيقول لي قولي لهم ان فعلا ما ينفعش تعمم تجربه حد. مش معنى ان حد تجربته او عمل حاجه معينه ان هو دي الاحسن حاجه او افضل حل. انا بقول لكم على اللي حصل معايا، بقول لكم على تجربه، بقول لكم على انواع الحلول، بس صدقوني اللي ينفع معاك واللي انت بتفهم منه اعمله مهما اختلف معاك ناس عادي. كان حد بعت لي بيقول لي هل ينفع ابدا من ثانيه ثانوي مذاكره ثالثه ثانوي؟ اجابتي طبعا هتكون لا، ما تعملش كده خالص. ما حدش يبدا مذاكره ثالثه ثانوي قبل دروس ثالثه ثانوي ما تبدا، اللي هي بتبقى في شهر 7 او في شهر 8 بس. هل ابدا بالكيمياء العضويه؟ اجابتي هتكون لا، بلاش. الافضل ما تعملش كده، لان الكيمياء العضويه اصلا بتتنسى. يعني احنا كنت واخداها في الاخر كنت بنساها كل يومين تقريبا، فهو حوار ان انت تاخدها في اول السنه ده انت مش هتفتكر منها اي حاجه خالص. فبلاش، يعني ما رجحش بصراحه ان انت تاخدها في اول السنه. يعني لو هيكون افضل لو انت خدتها في اخر السنه تكون فاكرها اكتر ومستوعبها اكتر. وهي على فكره مش بالرعب ده، هي على فكره لذيذه، يعني لو حبيتها وفهمتها ولقيت حد يفهمها لك كويس هتبقى بالنسبه لك كويسه خالص. كان حد بعت لي بيسالني هل ينفع اخد درسين في كل ماده؟ لا، ده هيكون صعب شويه وانت مش محتاج. يعني مثلا ماده زي الفرنساوي وماده زي العربي في النظام الجديد، دول مواد مش محتاجه انت تاخد في المواد ماده او مادتين، محتاجين مثلا كيمياء وفيزياء مثلا، مواد انت حاسس ان انت ضعيف فيها ايا كانت الماده دي ايه، وتاخد فيها درس سنتر واونلاين، مش تاخد فيها درسين سنتر، تاخد فيها درس سنتر واونلاين عشان بس الوقت يعني. وتنظم وقتك كويس وتستوعب من الاثنين، مش تكروت.
بس لكن ان انت تاخد درسين في كل ماده ده هيبقى صعب شويه وملوش لازمه، يعني مجهود في الفاضي. بالنسبه لحد كان بيقول لي نزل لنا كلمات الانجليش بتاعتك اللي انت كنت كاتباها، انا كنت منزله كل الكتب بتاعتي او الورق بتاعي اللي انا كنت كاتباه يعني في ثالثه ثانوي في فيديو قبل كده، هسيب لكم برده لينك الفيديو في البايو، ادخلوا على الفيديو هتلاقوا التلخيصات كلها والورق كله بتاع الانجليزي وبتاع العربي وبتاع الحاجات دي، هتلاقيه كله في البايو. كان حد بيسالني سؤال حلو بيقول لي الاوقات اللي انت ما بتبقيش قادره تذاكري فيها او ما عندكيش شغف او مش طايقه الكتاب او مش قادره تذاكري، كنت بتعملي فيها ايه؟ في حلين كويسين جدا جدا تقدر تعملهم في الوقت ده، هو ان انت تسمع محاضره مثلا او تسمع حصه، وان انت تحل. الحل بيبقى من الحاجات الممتعه، يعني انت بتبقى زهقان وانت بتحل، الحل شويه اخف من المذاكره، وان انت تسمع مثلا شرح او كده، تعمل حاجه تشربها وتقعد تسمع، ده بيبقى حل لذيذ جدا وكويس جدا. لو انت مثلا مش قادر تمسك الكتاب او حاسس ان انت مش مستوعب حاجه او مش قادر تذاكر، بس انت لازم تذاكر، يعني لو انت لازم تذاكر ومش مستوعب حاجه، خلاص دول حلين كويسين تقدر تعملهم. بالنسبه لموضوع الكتب، انت اول السنه هتحل من كتاب واحد عادي جدا او كتابين بالكتير، يعني لو مثلا ماده انت حاسس الحل بتاعها قليل، خلاص هات لها كتاب. لو انت حاسس الماده دي مثلا الكتاب بتاعها فيه حلول كتير او فيه اسئله كتير، بيبقى فيه مثلا 100 او 200 سؤال على الدرس، خلاص مش لازم تجيب. لكن كتابين مثلا في اول السنه ده اقصى حاجه كويسه جدا، ومش شرط تحلهم كلهم، يعني اسئله الفيزياء بتبقى كتير، خلاص كتاب واحد في الفيزياء كويس. وهكذا الكيمياء مثلا بيبقى مثلا في كتاب زي مندليف بتهيألي او ايزو، الاسئله بتبقى فيه كتير على الدرس. ماده زي الاحياء مثلا او اي ماده ثانيه انت الحل فيها قليل، هات كتابين. لكن مش شرط تجيب اول السنه كتابين والاعداد المهوله دي، انت مع الوقت مثلا اول السنه خلصت كتابين مثلا في كل ماده او خلصت كتاب في كل ماده، كمان شويه تجيب كتاب كمان لو انت خلصت الكتاب اللي معاك وعايز تحل. لو انت مثلا المدرس عمل لك امتحان وانت مش لاقي مصدر تحل منه، فتقوم رايح شاري كتاب، وهكذا. يعني الموضوع بيزيد تدريجي مع الوقت، لكن مش من اول السنه تروح تجيب 3 4 و5 كتب والارقام دي خالص، لا. وبيبقى كمان في كتب مراجعه، فبيبقى ده حل كويس كمان للكتب، غير ان انت تجيب الكتب اللي هي الاصليه الثقيله دي. فالموضوع بيمشي تدريجي مع الوقت، انت مع الوقت هتكتشف لوحدك وهتعرف، ولا انا محتاجه ازود حل فاجيب كتاب زياده، وهكذا على حسب الظروف وعلى حسب الوقت اللي عندك. يعني في ناس بتعرف تنظم وقتها لدرجه ان هي تعرف تحل مثلا 3 4 كتب، وفي ناس ما بتعرفش خلاص، وصلوا على فكره نفس النتيجه. يعني هو مش بعدد الكتب والله، هو انت بتفهم اللي انت بتحله ولا لا. يعني في ناس بتحل كتاب وتوصل لنتيجه، وفي ناس بتحل 10 كتب وتوصل نفس النتيجه، مش بالكتب، هو انت بتفهم ولا لا اللي انت بتحله. في اسئله بقى كتير جات لي اللي هي في لجنه الامتحان والمراجعه والحاجات دي بتبقى ليها بقى فيديوهات لوحدها، عشان الفيديو ده هيبقى طويل اصلا، فعشان ما يطولش اكتر من كده. وباذن الله هبقى انزل لكم فيديو تاني، بس عشان ثالثه ثانوي بتوع السنه دي ممكن يولعوا فينا لما يلاقونا كده قاعدين بنتكلم وهم لسه بيمتحنوا، ادعوا لهم ربنا معاهم ويوفقهم يا رب. بس اخر حاجه عايزه اجاوب عليها، عشان في كذا حد بعت لي بيقول لي اللي حواليا بيقعدوا يقولوا لي اللي بيدخلوا الكليات دي شاطرين واحسن منك واذكى منك، ودي ناس مختلفه عننا والحاجات دي. انا كان بيتقال لي الكلام ده والله، يعني انا ما كنتش جايه من الفضاء، انا كان بيتقال لي الكلام ده، وكلنا كان بيتقال لنا الكلام ده، ومحدش احسن منك في حاجه. يعني هو اللي وصل حتى، يعني ايا كان اللي وصل او اللي ما وصلش، انتوا بيبان لكم الموضوع ان هو اللي وصل ده هو الكويس واللي ما وصلش هو الوحش، بس هو مش كده. ومش معنى ان حد وصل وحد تاني ما وصلش ان هو ده وحش وده او ده ذكي وده اقل منه ذكاء. الموضوع مش بيتحسب كده، وانت المفروض ما تحسبهاش كده، وما تبصش لاي حد ان هو ما جابش الكليه اللي انت عاوزها ان هو انسان وحش او انسان اقل منك او هو اقل من اي حد. كلنا كويسين، وقيمه الانسان عمرها ما كانت ولا هتكون في كليته ابدا. وانت او اي حد حواليك لو بيبص للبني ادم او بيقيمه على اساس الكليه، فهو لا يستحق ان هو يتقال عليه اصلا بني ادم واعي او مثقف او عنده نوع من انواع الرقي الفكري، لان ده ما عادش موجود دلوقتي، او ده مش المفروض يكون فكرنا عن البني ادم. انت طالما بذلت مجهود وتحاول وبتبذل مجهود، وانا عايزه اجيب مجموع عشان افرح اهلي وعشان خاطرهم وعشان اشوفهم مبسوطين، دي نيه كفيله قدام ربنا سبحانه وتعالى. وان انت تكون كويس من جواك وبتسعى وبتجتهد، ده يكفي، ده يكفي خلاص. النتيجه اصلا انت مش مسؤول عنها، ولا انا منتظراها منك، ولا حد المفروض ينتظرها منك. انت مش مطلوب منك غير السعي، انا منتظره منك المحاوله، منتظره منك السعي، منتظره منك الاجتهاد، منتظره منك انك تتعب. ده اللي انا منتظراه منك، لان ده هو المطلوب منك، وده اللي ربنا هيحاسبك عليه على فكره. لان احنا في الاخر بننسى بعد كل ده ان احنا يعني في الاخر هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي احنا عايزين نتسال عليه، هو وقتك ده هيضيع في ايه. فانا مش عايز وقتي اللي هو سنه كامله ربنا يحاسبني عليه يقول له انا ضيعته في اي هبل، فده اللي انا عايزه. لكن النتيجه دي صدقني هي كرم من ربنا في الاول وفي الاخر، وانا ما ينفعش احاسبك على حاجه مش بايدك. فهو انت ما تقلقش ومالكش دعوه بالناس دي خالص. وانا بقول لك يعني هو الناس دي صدقني ما حدش فيهم اصلا يستحق ان هو انت تقلق نفسك عشانه، لان هو اصلا
كون حد بيقول لك الكلام ده او ان الناس دي اذكى منك، ده كلام ملوش اي علاقه بالحقيقه ولا بالمنطق. وبس في ناس اجتهدت وربنا كتب لها الخير في الحاجه اللي هي عايزاها، وفي ناس اجتهدت وربنا كتب لها الخير في حاجه تانية. الحاجه التانية دي ممكن تكون احسن بكتير من اللي هي كانت عايزاها، بس احنا مش بنعرف ندرك ده غير متاخر. فانت ما تحطش الكلام ده في دماغك خالص، وصدقني محدش وصل كان متخيل ان هو هيوصل. فبس، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.